مساء الخير، خلينا نشرح منطقة الداون تاون. وليه منطقة الداون تاون كل ما حد بيكلمك يقول لك عندنا حاجات موجودة في الداون تاون؟ ايه بقى فكرة الداون تاون، وايه فكرة ان هي وسط المدينة او المنطقة اللي هي شبه وسط البلد او الكلام ده، وليه هي مهمة بالشكل ده يعني؟ فكرة الاستثمار او الناس اللي بتتكلم ان انت تشتري في الداون تاون، ليه اشتري في الداون تاون وما اشتريش في حتة تانية في العاصمة تجاري وإداري وطبي؟ وليه هي اصلا يعني الاقبال عليها عالي قوي بالشكل ده؟ خلينا بس نوضح فكرة الداون تاون دي منطقة مهمة ليه. احنا يعني بعيدا خالص ان انت ازاي توصل للداون تاون، هي الداون تاون المفروض هتبقى في الجزء ده، ده الميدان بتاع الداون تاون. انت بتخش كده، في طبعا مدخل ليك هنا، وفي مدخل من الجزء ده، وفي مداخل تانية من الجزء ده. طيب خلينا بس كده الأول نتفق إن فكرة الداون تاون هي منطقة مهمة لأسباب كتير. يعني مبدئيا هي لو أنت بتتكلم في المرحلة الأولى فهي تعتبر هتبقى أهم نقطة في المرحلة الأولى كلها. طيب لو بنتكلم في العاصمة بشكل عام فهي هتبقى برضو منتصف الجزء بتاع المرحلة التانية والتالتة، فهي في نص العاصمة، هي السنتر بتاع كل حاجة في الجزء بتاع العاصمة بشكل عام. يعني بعيدا عن المرحلة الأولى، لو العاصمة كلها بشكل عام مرحلة تانية وتالتة بنقارنها بالجزء ده، فدي تعتبر هتبقى أهم منطقة. طيب كده منطقة الداون تاون دي مساحتها حوالي 1600 فدان أو 1680 فدان. دي متقسمة لمناطق كتير، أغلبها هتبقى تجاري وإداري وفيها مستشفيات وحاجات طبية والأجزاء دي كلها، وتعتبر هي أكتر حاجة يعني عليها إقبال في الاستثمار. وهي فعلا منطقة كويسة أوي لأن حواليها أغلبها حواليها الحي الحكومي. يعني لو بنتكلم إن دي منطقة الداون تاون، في جنبها منطقة الحي المالي والحي الحكومي، ودول يعتبر هيبقوا المنطقة اللي فيها الوزارات والبنوك والحاجات الحكومية أغلبها. فالمكان بتاعها مهم جدا، وهي منطقة مهمة لأسباب كتير، لأن هي جنبها المنطقة دي مش هتتكرر تاني يعتبر، لأن هي الوزارات دي مبتبقاش تقريبا تاني، أو في الأغلب احنا مشفناش حاجة قبل كده اتعملت بالشكل ده في مصر. فكرة يبقى في وزارات ملمومة كلها في منطقة واحدة أو الأجزاء دي كلها. فخلينا نخش بقى في فكرة الداون تاون دي. لو أنت عايز تشتري في الداون تاون والأماكن المهمة في الداون تاون، إيه اللي ممكن أشتري فيه وليه؟ اول حاجه بالنسبه لنا ان هي قريبه من منطقه المطار، دي هتبقى في الجزء ده كده. لو فتحت اي خريطه للعاصمه هتلاقي المطار جنب القصر الرئاسي والحي الحكومي. يعني منطقه الداون تاون قريبه جدا من فكره المطار، والمطار يبقى في الحته دي كده في الجزء ده، فهي قريبه جدا من منطقه المطارات. فاي حد طبعا جاي من المطار عنده اي حاجه بالنسبه لوسط البلد هتبقى دي اقرب حاجه ان هو يقدر يروح يشتري حاجات او يعمل اي حاجة بالنسبة له في منطقة محلات او منطقة تجارية هتبقى في المنطقة دي. فهي طبعا منطقة حلوة جدا، وفكرة ان هي قربها من المطار. طيب دي حاجة. تاني حاجة فكرة ان الداون تاون دي جنبها على طول هنا الحي الحكومي والحي المالي. والحي المالي ده المفروض اللي فيه البنوك كلها، الهيد اوفيس بتاعتهم او الفروع الرئيسية، والبنوك بقى كلها بشكل عام، البنك المركزي بالبنوك كلها المصرية. والحي الحكومي اللي موجود فيه منطقة الوزارات بشكل كامل. عندك بقى الوزارات كلها موجودة وكل مقررات الحكم والحاجات دي كلها. وطبعا دي مش بتتعمل غير كل 100 سنة مرة في مصر. يعني ففكرة ان انت فيها جزء بالنسبة لك بالشكل ده منظم بالشكل ده كده، ويعني بقى مجمع فيها منطقة وزارات ومنطقة حي مالي كامل ومنطقة مقررات حكم زي مجلس الشعب ومجلس الشورى والحاجات اللي هي المهمة أوي اللي في مصر. فطبعا وجودها في المنطقة دي قربها من الكلام ده الموضوع مختلف. فكرة بقى إن بعيدا عن وجودها جنب الحاجات دي، طبعا دي حاجة مينفعش إن احنا نتغاضى عنها يعني. فكرة وجود أصلا إن الداون تاون جنب الحي الحكومي والحي المالي دي نقطة يمكن أقوى نقطة بشكل كبير جدا، لأن أنت يعتبر أول حاجة تجاري وإداري أو منطقة موجودة فعلا بتكون بتخدم المنطقة دي. ودي تعتبر هتبقى السنتر بتاع العاصمة بشكل عام، سواء كان مرحلة أولى وتانية وتالتة أو مرحلة أولى. فهي السنتر فعلا بتاع كل حاجة. تاني حاجة فكرة إن هي قربها من الجزء ده، هي قربها كمان من المناطق بقى اللي هي الطريق الرئيسي اللي هو محمد بن زايد الشمالي ومحمد بن زايد الجنوبي. وطبعا فكرة ان جنبها على طول حي السفارات، فحي السفارات ده لوحده اصلا هيبقى فيه في المستقبل اغلب السفارات اللي موجودة في مصر، وده التخطيط لفكرة السفارات اللي موجودة في مصر.
فطبعا ان انت هنا اقرب حاجة ليهم بالنسبة لك منطقة الداون تاون، ودي هتبقى اكتر منطقة مؤمنة لان جنبها الحي الحكومي بشكل كامل والحي المالي، وجنبك هنا المطار، فطبعا اللي هي سنتر لكل الحاجات المهمة. ولو بنتكلم كعقارات فاللوكيشن بيفرق في كل حاجة. طيب خريطة الداون تاون بقى احنا عرفنا ان هي بدايتها مدام الداون تاون اللي عند فندق الناسا، والجزء ده كله كده ده كده يعتبر الداون تاون، فوقها الحي المالي وحي الوزارات، والجزء اللي تحت ده كده بتاع النهر الأخضر محمد بن زايد الشمال، والمقابل ليها الناحية التانية محمد بن زايد الجنوبي وحي السفارات أو حي السفارات أو الجزء الدبلوماسي، والجزء بتاع الار 7 والار 8 دول طبعا حيين سكنيين ومنطقة الطرح الأول. فهي فعلا هي مكانها حلو جدا ومكانها في السنتر بالنسبة لكل حاجة.